السلام عليكم. السوق يا جماعه اليومين دول هم الطالع مش نازل. اي حد عنده حاجه عايز يروح يجيبها توكل على الله هاتها، عشان خاطر الايام دي الرصاصات وحاجات من دي يعني بصراحه زادت قوي، والايام الجايه دي هتزيد كمان وكمان، وفي ركود في السوق، والسوق اصلا مش مستحمل ولا بنبيع ولا بنشتري. وكمان عشان اروح اجيب بضاعه ولا اجيب حاجه الاقي الجهاز ده كده زاد 50 جنيه عليا انا. هيزيد انت عليك انت، هيزيد برضه تاني وتالت. فانا بقول لك لو هتلحق دلوقتي، السوق دلوقتي يا دوبا في نسبه نشاط خفيف. عشان كده الاسعار يعني الحمد لله عليت، بس يعني لحد دلوقتي هي واقفه لسه ثابته، مش هتنزل تقريبا 90%، مش هتنزل. يا ريت تنزل عشان تبقى راحه ليا وليك. لكن دلوقتي هي في العالي. لما الصفر زي كده يزيد 50 جنيه، بعد كده الشاشه هتزيد 1000 وهتزيد 1000 ونص وهتزيد 2 و3. عشان كده بقول لك لو ربنا كرمك ومعاك فلوس وعايز تروح تجيب اي حاجه لجهازك او لبيتك، تتحرك دلوقتي وهاتها، عشان خاطر والله الايام الجايه هتبقى صعبه عليك وعليا وعلى الناس كلها. السوق نايم، مفيش ولا بيع ولا شراء، والدنيا بتغلى وهتزيد وهتزيد وهتزيد، كل يوم بتزيد، وكل مره بنقول الكلام ده وبنقع في المشكله دي بعد ما نروح نشتري ويقول لك هتنزل الدنيا تاني. الدنيا مش هتنزل، اللي بيطلع والله ما بينزل. ده كان فيه توضيح للناس كلها، عشان خاطر ده حقك عليا ان انا اقول لك الصراحه، اقول لك الحقيقه. يا رب تسمع الكلام وصل لها.